اليمن أنتم مدد الإسلام، عدته وعتاده، حراسه وأمناؤه، رجاله وحماته. أنتم حماة ظهر الإسلام من الطعنات الخائنة الغادرة الفاجرة. إذا استقمتم على دينكم وتمسكتم بعقيدتكم، عقيدة السلف، عقيدة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واحذروا ممن يريد أن يصرف بوصلتكم وأن يفسد عقيدتكم وأخلاقكم وأعمالكم وأن يصرفكم عن الخير الذي أراد الله بكم. رسالة أخرى إلى أهل اليمن: يا أهل اليمن، من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه ومن أقصى شرقه إلى أقصى غربه، المؤامرة عليكم كبيرة وعظيمة، والمصائب تترى، والأوضاع الاقتصادية غير خافية عليكم، فتنبهوا واستيقظوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعلموا أنه لن ينجيكم من هذه البلايا والمحن إلا الاستقامة على أمر الله. أنتم مفخرة من مفاخر الله في أرضه، فكونوا خير خلف لخير سلف. إن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى أهل اليمن، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، المبلغ عن الله، أوسمة عظيمة لا تقوم لها الدنيا ولا تحجبها شمس ولا يسترها ليل، مكارم عظيمة، حيث قال: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا ثلاثا وهم يقولون وفي نجدنا يا رسول الله. قال في الثالثة: منه الزلازل والفتن ومنه يخرج قرن الشيطان. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكم يا أهل اليمن: أتاكم أهل اليمن كالغمام، هم أرق قلوبا وألين أفئدة. لما أنزل الله: إذا جاء نصر الله والفتح، قال: جاء أهل اليمن، جاء أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة. الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. أنتم مدد الإسلام، عدته وعتاده، حراسه وأمناؤه، رجاله وحماته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله استقبل بي الشام وجعل ظهري إلى اليمن. أنتم حماة ظهر الإسلام من الطعنات الخائنة الغادرة الفاجرة. إذا استقمتم على دينكم وتمسكتم بعقيدتكم، عقيدة السلف، عقيدة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، إذا تمسكتم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذه الفتن وهذه المحن غربلة وصقل لكم وإعداد لكم، فإنما يخرج الرجال من رحم المعاناة والبلاء والفتن، لا من الرفاهية والنغنغة وغير ذلك، وإنما مع المحن والشدائد والبلايا هناك يعد الرجال والأبطال والأشاوس، حيث يعتادون على جميع الظروف وعلى جميع الأحوال. ولله عز وجل حكمة. إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن نفس الرحمن يأتي من قبل اليمن، التنفيس عن أهل الأرض وعن أهل الإسلام في كل باب، ولا سيما بالنصرة بالعلم والبيان والسيف والسنان، كما كان سلفكم الذين قاتلوا المرتدين والذين فتحوا المشرق والمغرب والسند والهند. قادتكم أسلافكم رجال اليمن وأبطالها الذين ناصروا الصديق الأكبر يوم تخاذل من تخاذل من العرب. يا أهل اليمن، اعرفوا ما بوأكم الله عز وجل به، واحذروا ممن يريد أن يصرف بوصلتكم وأن يفسد عقيدتكم وأخلاقكم وأعمالكم وأن يصرفكم عن الخير الذي أراد الله بكم.